السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم غادي تكون هي قرص ناجح 100% بدون حليب ولا زبدة. قرص جد اقتصادي. كذلك غادي نهضروا في هذا الفيديو على الناس اللي باغيين يخدموا هذا القرص كمشروع، الناس اللي باغيين يبيعوه للدكاكين او كذلك بغان يخدموه من دارهم، يعني يبيعوه من دارهم، ولا حتى الناس اللي باغيين يبيعوه في المدن الساحلية اللي عندهم البحر. في هذه الوصفه غادي نحتاجو كاس ونص تاع السكر، كاس ونص تاع الزيت، معلقه ديال الخميره الفوريه، غادي نحتاجو جوج بيض البيض، غادي نحتاجو نافع وحبه حلاوه، غادي نحتاجو جوج خميرات الحلويات، ساشي ديال الفاني، وكيلو لاروب ديال الدقيق. في واحد القصريه غادي نحطو جوج كيسان تاع الزيت، من بعد غادي نزيدو عليهم جوج كيسان تاع السكر، ساشي ديال الفاني، جوج بيض البيض، جوج ديال صفار البيض اللي غادي يبقاو لينا، غادي نحتفظوا بهم باش ندهنوا بهم القرص ديالنا فاش نبغيو نطيبوه. كيف قلت لكم هذه الوصفه جد اقتصاديه، يعني ما كنحتاجوش فيها لا حليب ولا زبده، وكذلك كتجي ناجحه 100%، وكذلك الناس يقدروا يعتمدوها كمشروع ليهم. فراه ما غاديش يحتاجوا فيها راس المال بزاف، يعني غادي تحتاجي شي حاجه اللي قليله بزاف ولكن غادي تربحي منها بزاف، يعني راها ناجحه وكذلك وصفه مربحه للناس اللي باغيين يعتمدوها كمشروع. نزيد ساشي ديال الفاني، غادي نحاول انني نجمع السوائل مع بعضياتهم، نحاول انني نخدمهم مزيان. نزيد خميره ديال الخبز، يعني الخميره الفوريه، حوالي ملعقه. هاد الوصفه غادي نخدموها غير بالماء ديال الصنبور، يعني ما غاديش نحتاجو اننا ندفيو الماء، غادي نحتاجو 3 الكيسان تاع الماء، يعني نفس الكاس اللي عبرت به المكونات غادي نكمل به المكونات كاملين. يعني انت الا عبرتي بقياس العنبه غادي تعبري به كامل، الا عبرتي بقياس ديال اتاي غادي تعبري به الوصفه كامله. هذاك الشيء علاش نفس الكاس اللي عبرتي به هو اللي غادي تكملي به العبار. نحاول انني نخدم مزيان هاد المكونات، يعني السوائل مع بعضياتهم، نحاول انني نخدمهم. من بعد غادي نزيد الدقيق، نحاول انني نخدمهم مزيان. قبل ما نزيد الدقيق غادي نزيد نافع وحبه حلاوه. نافع وحبه حلاوه انت اختياريين، تقدري ديرهم تقدري ما ديرهمش، انت تقدري ديري فيرميسيل، او الناس اللي باغيين يخدموهم على شكل قرص فراه يقدروا يديروا زنجلان في بلاصه النافع وحبه حلاوه. لكم الاختيار، كل واحد يدير داكشي اللي بغا. غادي نزيد نافع وحبه حلاوه، ولكن الوصفه الاساسيه ديال القرص هو النافع وحبه حلاوه. يعني هما ماشي كيف حال البريوش لانك تقدر ديري فيهم الزبيب ولا تقدري ديري فيهم الشكلاط، هما قرص يعني هادو كيبقاو بلديين. نحاول انني نخدمهم مزيان. من بعد نزيد دقيق كيف قلت لكم، غادي ديما كنقول لكم انكم فيما خدمت شي وصفه كنقول لكم خدموا بالدقيق لكم نوعيه جيده باش تنجح معكم الوصفه، حيت الا كان الدقيق كيشرب بزاف فراه غادي يدقس لكم، يعني غادي يدقس لكم الوصفه ديالكم. من بعد نحاول انني نخدم مزيان مزيان، نحاول نخدم كي قلت لكم السوائل ديالي مع النواشف، يعني نحاول انني نخدم المقادير ديالي مزيان. هذه المرحله كنحاول انني نخدمهم كاملين مزيان، يعني كيف حلا كندلكهم ولكن غير بايد وحده، يعني نحاول انني نجمعهم مزيان ولكن غير بايد وحده. يعني انا ما كنستعملش كاع جوج الايدين فاش كنبغي نخدم هذه الوصفه، ايد وحده فراه كنجمع بها المكونات كاملين، يعني وكنخدم بها الوصفه كامله. بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموه كمشروع، فراه الناس اللي غادي تبيعوا من دارهم، يعني تاخذ طلبيات وتبيعها من الدار، فراه غادي تبيع بجوج دراهم الحبه الواحده. كذلك الناس اللي باغا تبيعهم في المدن الساحليه، يعني الناس اللي غادي تبيع حدا البحر غادي تصيفطها مع ولدها ولا راجلها ولا خوها، فراه غادي تبيع كذلك حتى هي بجوج دراهم الحبه، ولا تقدر تبيع بدرهم ونص، يعني هي تقدر تبيع بدرهم ونص كذلك جوج دراهم على حسب المدينه اللي فيها هي. من بعد نزيد جوج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، نحاول انني نخدمهم مزيان كذلك، ونكمل الدقيق اللي غادي يبقى ليا باش تجمع لي العجينه كيف قلت لكم. وكذلك الناس اللي غادي تبيع للدكاكين، يعني الناس اللي غادي تبيع للدكان تقدر كذلك حتى هي تبيع ب95 ريال، 95 ريال الحبه الواحده، 95 ريال. فراه هي كتبان لك بانها قليله ولكن راه الدكان غادي ياخذ من عندك واحد الكميه اللي كبيره، هو كذلك غادي ياخذ الربح ديالو. من بعد نزيد شويه تاع الملحه،
حاول انني نخدمهم كيف قلت لكم مزيان. انا كنعطيكم حتى يعني الناس اللي باغيين يخدموا من دارهم، كذلك الناس اللي باغيين تبيعهم، وكذلك الناس اللي باغا تبيعهم للدكاكين. بالنسبه العبار غادي نحتاجو، الناس اللي غادي تبيعها للدكان غادي دير 45 غرام في الحبه. الناس اللي غادي تبيعها يعني هكا كوموند ولا غادي تبيعها حدا البحر ولا، غادي دير 60 غرام في الحبه الواحده، يعني 60 غرام في كل حبه، حيت هي غادي تبيعها ب2 دراهم. اما بالناس اللي غادي يبيعوها للدكان فراه غادي يديروا 45 غرام، حيت غادي يبيعوها ب95 ريال. حاول انني نزيد دقيق كامل. كيف قلت لكم هاد الوصفه كتبغي انها الخليط يكون يعني كيتلصق. قد ما كان الخليط كيتلصق قد ما كتجي هاد الوصفه ناجحه. يعني خص الخليط انه يكون يعني ما يكونش مجموع بزاف، يعني حتى تكون العجينه متقصه كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، يعني راه كيتلصق في الايدين. غادي نخلي لهاد العجينه ديالي اللي جمعت غادي نخليها تخمر 40 دقيقه، حيت دابا الصيف يعني غادي تخمر بالزربه. من بعد ما خمرات غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه شويه تاع الزيت وصفار ديال البيض، وكذلك الزنجلان اللي غادي نرش به الوصفه ديالي. غادي نحتاج الزيت ندهن به يديا ونعبر. انايا كنعبر غير بعيني ميزان، يعني ما كنستعملش الميزان. كيف قلت لكم كنعبر غير بعيني ميزاني. كيف كتشوفوا معايا الفيديو راه وريتكم شحال انا كندير في الحبه، كذلك قلت لكم الناس اللي باغيين يبيعوا بشحال يديروا في الغرام. حاول انني نقطعهم صغار. اما بالناس اللي غادي يديروهم في دارهم فراه العبار كيبقى اختياري، يعني كل وحده كدير العبار اللي غادي يخرجها هي. من بعد ما نديرهم في اللاطه نحاول انني نبعد بيناتهم شي شويه ونقرصهم، نضغط فوق منهم شي شويه. غادي نخلي اللاطه ديالي تخمر. من بعد ما نسالي كامل العجينه اللي عندي غادي نخلي اللاطه ديالي تخمر تقريبا 15 دقيقه. غادي ندهنها اولا عاد نخليها تخمر، وكذلك انت تقدري تخليها تخمر عاد دهنيها. من بعد غادي ندهن غادي ندهن بصفار البيض. انا درت فيه شويه تاع الليمون هو باش نسمت، يعني حكيت عليه الليمون باش تعطيني ديك النكهه ديال الليمون. انت تقدري ديري فيه جوج قطرات تاع الخل او معلقه تاع الحليب باش تحيد منها ريحه الزفر. حاول انني ندهنهم مزيان من على الوجه. طاوه تكون مدهونه بالزيت ولا مفرشه بورق الطبخ باش نضمن انهم ما يلصقوش. حاول انني ندهنهم كاملين ونرش الزنجلان من الفوق. داك الزنجلان كيعطي واحد المنظر زوين الا طابت. الا ما متوفرش عندك بالنسبه لك انت الا كنتي غادي تصاوبيها غير لدارك، الا ما متوفرش عندك فراه ماشي مشكل، تقدري تستغني عليه، ماشي شي حاجه اللي مهمه. حاول انني ندهنهم كامل من الجوانب كاملين باش نضمن انها تحمر من كل الجوانب. نرش الزنجلان من الفوق، نخليها تخمر 15 دقيقه تقريبا. غادي نشعل الفران يسخن مزيان. من بعد غادي ندخلها الفران، يعني كل لاطه تقريبا غادي تاخذ منك 15 دقيقه في الطياب، 10 دقائق حتى 15 دقيقه كل واحد وفرانه. انا خرجت ليا 40 حبه على حسب العبار اللي درت، يعني انت تقدر تخرج لك قل تقدر تخرج لك اكثر على حسبك نتيا. من بعد ما طابت راني قطعتها وهي سخونه، يعني ما برداتش، راها سخونه، راه كتجي ناجحه 100%. تقدري تعتمديها الا بغيتي ديرها مشروع، ولا تقدري تعتمديها الا بغيتي ديرها في دارك تفطري بها ولا ديرها للكوتي، فراه وصفه ناجحه 100%. اتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك والضغط على جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.